رحلة اليوم راح تكون لعند دنيا محمد. هاي العيلة ساكنين في بوخم وهم أكثر شهرة موجودين في الراين. راح نروح نزورهم وماخذ عدة تصوير معي. راح نسوي لهم جلسة تصوير وفي عندهم حفلة عيد ميلاد لازم نصورها مع بعض. خلونا نروح ونشوف الأجواء كيف راح تكون. نحط الأغراض هين نأمن عليهم بعدين نكمل طريقنا زيارتنا الحلوة. صار وقت نبدأ رحلتنا. الشيء الحلو انه ما يبعدون كثير عني، يعني بالكثير 40 دقيقة. طبعا لازم اكون من اول واصلين لانه اليوم حفلة عيد ميلاد دنيا محمد. لهيك حبيت اهنيك بسنتك الجديدة واقول لك سنينك كثار وان شاء الله عقبال ال100 سنة. بلشت اخذ لقطات للذكريات لانه بهذا اليوم راح يكون مليان بالمشاعر والحب، وهيك لقطات تساعد لحتى توصل الشعور للطرف الثاني. بنفس الوقت اللي كنت اصور فيه صاروا يجوا الضيوف. نحن من سوريا والعراق، بس اليوم راح يكون الجو شوي مختلف لانه الاجواء راح تكون مغربيه. الصراحه شيء حلو كثير انك تتعرف على ثقافات وعادات وتقاليد بلاد غير بلدك. تحياتنا للعراق وللمغرب وكل الدول الثانيه. بعد ما خلصت تصوير بلشوا يجهزوا سفره الاكل. يا ويل قلبي، البطيخ منظره يشهي. اخذت استراحه قصيره مشان الاكل ومشان نضحك شوي. والله تمام. شلونك؟ والله تمام. هذا مثل باللمبي يقول له اشرف يقول له دكتور كل ساعه اسلم على اشرف كل شوي. يلا كل شوي تعالي تغني تعالي. نودل او هذا صور ستوب بعد يلا تفضلوا. الله عليكم لا حد يخجل، ترى انا اليوم ما لي علاقه بالضيافه. لا عشتيني والله. وهسه وقت تبدا الحفله. دخل الدنيا بلباسها المغربي. الأجواء هاي تحسوها أجواء عرس مو أجواء عيد ميلاد، بس مع هيك حلوة. اللهم صل على محمد وآل محمد. عاشت ايدك يا وفاء على هذا الشغل الحلو. طبعا يا اخوان اللي حابب يسوي اي ديكور ان كان مغربي ولا سوري اي من كان يتواصل معها على رقمها او على حسابها الانستغرام راح تلاقوه بالوصف. هسه وقت نطلع نصور كم صورة برا. خلينا محمد يلبس عراقي ودنيا تلبس مغربي. طبعا يا اخوان اللي حابب اصور له اعلانات ولا مناسبات او صور شخصيه او شو من كانت نوع التصوير تواصلوا معي على حسابي الانستغرام راح يكون موجود. حسابي الانستغرام راح تلاقوه جوا بالوصف. حبيت اوصل رساله عن طريق هذا الشيء انه كل الناس خير وبركه وما تختلف الاشياء اذا كان سوري ولا عراقي ولا مغربي ولا من اي دوله ثانيه، الكل يجتمعوا مع بعض بالخير. خلصنا تصوير وهاي كم صوره من اللي صورتهم. على حظنا بلشت تمطر، لهيك لازم نرجع على البيت ولحسن الحظ صورنا كم صوره. أول ما دخلنا البيت إجت الكيكة. والكل فرحان وغني. بعد ما خلصت الأغاني صار وقت الهدايا. الكل جايب معه هدية إلا أنا. سويت هذا الفيديو والصور وحابب أقدم لكم إياها هدية وإن شاء الله تعجب. الألوان غير أجمل هدية. هاي هدية مو هدية. لا اتمنى لكم التوفيق بحياتكم ولهين وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله يكون اعجبكم. لا تنسوا تحطوا لنا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد. هذا كان فيديو اليوم. انا عبدو ديلي، اشوفكم بالفيديو اللي جاي.